الغريب دلوقتي ان احنا لمجرد ان مرشح تم رفضه كمرشح حاصل اللي بيحصل دلوقتي في جميع جهات الجمهورية. انا مش متخيلة ان احنا بعد ما الرئاسة تتم هيكون في استقرار في البلد. لربما يكون واحد غير مرغوب فيه من قوة مختلفة. ازاي القوات المسلحة هتسلم السلطة للرئاسة وهي مش ضامنة ايه اللي ممكن يحصل بعد انتخاب رئيس الجمهورية؟ ممكن التوضيح؟ لا طب اتفضل خلاص. بالنسبة للسؤال اللي حضرتك وضحتيه، القوات المسلحة لها مهمتين موجودة في الدستور أو في الإعلان الدستوري، إن هي بتحافظ على أمن وسلامة البلاد، بالإضافة للحدود بتاعة الجمهورية كلها، دفاع عن الأرض والجو. حدوث أي شيء في قوانين للقوات المسلحة بتنظم عملها في الداخل. احنا عندنا في قانون اسمه قانون التعبئة العامة. التعبئة العامة لو رئيس الجمهورية بيعلن حالة التعبئة العامة في الكوارث والأزمات، الأزمات الطبيعية والغير طبيعية وحدوث اضطراب في البلد. بالإضافة إن عندنا في قانون الطوارئ، وقانون الطوارئ في جميع دول العالم اللي ألغي حالة الطوارئ وليس قانون الطوارئ. قانون الطوارئ لم يلغى وما يتلغيش، لكن حالة الطوارئ هي اللي ألغيت، عدا ما يخص مواجهة أعمال البلطجة فقط. والاعمال الطوارئ او حاله الطوارئ تنتهي عامه في نهايه شهر مايو. وبالتالي قوانين القوات المسلحه تسمح بان هي مواجهه هذا الامور بس بضوابط، ولا بد ان تكون هذه الضوابط محدده، وما فيش قلق حضرتك من ان يكون في حاجه في البلد باذن الله. انا بس عايز بعد اذنك يا ممدوح، انا عايز اكمل لحضرتك. هو احنا لازم نعترف ان الثورة اللي حصلت ده حدث كبير في البلد، زلزال، والزلزال له توابع. واللي بيحصل ده رغم ان الصورة يعني صعبة انما في بعض المراقبين بيعتبروه طبيعي، وممكن كان يكون اكتر من كده. انما احنا بنراهن على ايه؟ احنا بنراهن على اخلاص وذكاء وفطنة هذا الشعب، ان هو بقى لما تقام المؤسسات الدستورية ويلاقي في برلمان منتخب ورئيس منتخب، وإن شاء الله الدستور بعد كده الأمور هتبتدي تهدى وكل واحد هيعرف بقى الدنيا ماشية ازاي. احنا بنراهن على كده، وإن شاء الله إن شاء الله يعني بنتمنى إن دي تكون بداية نهضة جديدة لمصر، وكل واحد بقى صاحب مشكلة ومشكلة فئوية أو ينتظر لغاية ما البلد تبتدي تشتغل والعجلة الانتاج تمشي والسياحة تزيد والاستثمارات الأجنبية تزيد والأمور والاقتصاد يتحسن. وساعتها بقى كل المشاكل اللي حضرتك شايفاها دي هتقل بالتدريج، وإن شاء الله نوصل إلى اللي هي حالة الاستقرار المنشودة اللي كنا عايزينها. اتفضل حضرتك.